يا من الصبح انا ما اشوف موريهم اسمع، الهويه الصبح، موريهم الجزائريين ترى الهويه الحين يقولون يمكن انت مو اسمع، موجود. الجزائريين الحين يمكن يسببون اعصار الدرنه اللي وقع في ليبيا، يقولون المغرب هي السبب. هذا مرض، لا 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 مرض لا. هذا مستشري في الجزائريين، ما حد يعالجه. يا اخي يا الله اخي رب العالمين حنا يحط لهم شوف حد شوف يوم القيامه فقط شوف لا غير. يا براون، ترى حنا ما بيننا اي عداوه مع دوله المغرب، وقالها وزير المغرب. حنا علاقاتنا مع السعوديه قويه جدا، ما طلعت هالفتنه الا هالايام. انا سؤالي واضح، يا الكفيل السعودي لما يجي غلط من الجزائر تطؤون رؤوسكم، وترى على فكره ترى حنا ولما يجي غلط دقيقه بس المغربي انا بجاوب عليه. سبحان انا الله بجاوب تقوم الساعه عندكم. طيب انا بجاوب. ترى حنا فتحنا بث، ردينا على الجزائريين اغلبهم لا بالاسامي، لا لا لا, لا, لا وردينا على المغربي. شوف المغرب. اسمع، المغربي اللي انفتحت الكاميرا بالغلط وطلعت رجله وهو كان حاط شعار السعوديه، ايه قومتوا حمله عليه 3 شهور. بينما مراد اللي تعمد الاهانه وقال بلسانه، لو رجعت للفيديو، انا اهين العلم السعودي، تكلمتوا 3 ايام وانتم على استحياء، على استحياء، خايفين ان الجزائريين يغضبون عليكم. شوف يا حبيبي، انا من الناس اللي اقول لك اياها، كنت انا ولحد الان مع البثوث المسيئه رد، سواء من الجزائر او من المغرب. المغرب الان اغلبيتهم، انا اتكلم اغلبيتهم، لا احد يفهمني غلط، مشوين الان حلف مع الليبي في قذف محصنات في السعوديه ودول الخليج. انا اتكلم والسعوديين مسوين حلف جديد. لا 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 يا ابو دينج، هذا بين اتجاه، بين يا بوردك يا بوردك يا اخويا يا بوردك اصلا ما يا جاوب ربي على سؤالي، ما جاوب على سؤالي. يا بوردك. لا لا بين ليش موطي راسك؟ طلع موطي راسه حقير. لا لا شايف هذا مو طرشولي الحين مقطع هو. اما بالنسبه للاخ اللي تحت، اسمعني يا جزائري، تبي تناقشني بعقل اهلا وسهلا، تبيها بقله ادب واحترام انا لا ما فيش خالص قله ادب. انا اتكلم معك محترم لاني ابن اصل وابن حلال الحمد لله يا ربي. فضل. انت من الصباح انت راك تتهم وتقول الجزائريين. انا ما اتهم من فراغ، انا بواقع وباثباتات. دقيقه بواقع، انت قلتها بواقع. اسمع، يقولون المتهم بريء يعني حتى تثبت ادانته، لكن لما تثبت ادانته يظل متهم، وهذلك الجزائري. خلي لي حق الرد. انت بصبح تتكلم. شوف يا اخي، فضل. انت تقول جزائريين، معليش الجزائريين يسبون ويفعلون وفيهم وعليهم كذا. انتم المغاربه ما تسبوا خالص. انتم يا اخي انا سعودي. اسمع هذا، شوف ديدن الجزائري. جاسم علي تسمعني؟ اقسم بالله جزائري، جبد لك الباسبور دركا بعد. انا اتكلم هكا خالي مخلط باش الناس الكل تفهم، لانه في متابعين من السعوديه، في متابعين من الامارات، من مصر، من الجميع. طيب. شوف يا اخي بوردي، انا ومن المغرب نتكلم معك جزائري، نتكلم معك جزائري، ماشي مشكل، نهضر معك كيما تحب. انا سعودي اب وام، تكلم معي باللهجه البيضاء. بوردينج انت سعودي ولا مغربي؟ سعودي اب وام ومستعد اطلع. انا اللي مغربي اسلام. انا اللي مغربي بروفيسور دو الجيري. اي شيء في المغرب، هم اي شيء يسبونه في المغرب، ما في مشكله. تفضل. شوف يا بوردينج يا اخ سعودي، لحظه قبل ما تكمل كلامك، تبغاني اطلع لك جوازي، افتح الكاميرا واطلع لك جوازي؟ لا ما في داعي، امنا بالله ورسوله، لان انتم عندكم عقده من المغرب. لا شوف انت تتكلم بقلة ادب. انا اتكلم معك لا انت لا خي اسلام انا شوف واحد دقيقه من قبيله ونطالع وما تكلمتش، ونبغيت نقول واحد الكلمه بعدا. هضر اخويا المغربي، بكل احتراماتي للسعوديين والناس ديال الامارات. لا خليني نكمل الكلام ديالي. انا الجزائري اسمع، ليش ما تختصر علينا الموضوع يا الجزائري؟ اختصر الموضوع علينا واعترف بانكم سم يجري على الارض. نضفروا الحمى، فهمتش له؟ تفضل اخي اسلام، تفضل. شنو بغيتي قلت لك حنا وانتم اخوت، ولي شوف ما في اخوت، تحكون على بعض تقولون للمغاربه اخوت وانتم تسبونهم في كل المواقع الالكترونيه. شوف انا نقول لك واحد الكلمه الاخ اسلام. انا نقول لك واحد الكلمه، كاينين عدد ديال الجزائريين اللي هما كيسبوا المغرب، واي مشكل كيطرى عندهم كيقولوا المغرب. ولكن مؤخرا انا اللي كنشوف في التيك توك كنشوف بلا الجزائريين زادوا فيه بزاف، ملي ولاو كيجبدوا المغرب ويجبدوا السعوديين ويجبدوا الاخوان ديالنا في الامارات، ويبداو يجبدوا شي حوايج اللي هما انت كجزائري راك عارف الشعب الجزائري، يعني ما نحتاجش نوريه لك كيفاش داير.
فهمتيني، كل يا واحد بجوج كيعرف هما. الشعب ديالو. واش فهمتي خاي اسلام؟ كنشوف واحد المستوى طايح بزاف، يا طايح بروفيسور بزاف خاي. بروفيسور نعم خاي، شوف. نعم اخي الكريم، نعم. لن ولم يكن لك باع طويل في مناقشه الجزائريين كما الاخ الراي المغربي. هذول 10 في عقل، والله العظيم ما تقدر تتفاهم معهم. واقسم لا، راه انا دابا شوف. انت هذول من قبيل السم وانت تتطاول، والسكين معليش اللي تطعم في العرب. احترم نفسك. اخي البورتين، انا دابا جاي، انا جاي دابا من اللايف واحد خاي اسلام. انا جاي من اللايف دابا، جاي من واحد اللايف جزائري، لقيتهم كيهضروا دايرين الصوره ديال سا ماجيستي، فهمتيني، ديال الملك ديالنا، واحد الصوره زعما بدون احترام. ملي طلعت بغيت نناقش معاهم، اشنو داروا لي؟ دوروني، بداو كيسبوا لي في الاعراض ديالي، يسبوا لي في والديا، يسبوا لي في هذه، سير شوف اختك، شوف مرتك مع من. قول لي دابا انت كجزائري، السؤال ديالي انا، انت كجزائري، واش هاد الشيء هذا اللي كتسمعو انت كيجيك انا نورمال؟ اضطريت اني اغير السماعه عشان صوتي يكون مسموع الان. شوف يا بروفيسور، انا يا ثاني طلعت عند مغاربه وسبوني، بس حنايا ما هو دركا كون نقعدوا نتبعوا هذه تاع انا سبوني المغاربه وانت سبوك الجزائريين، ما عادش تفرع، مستحيل انها تفرع. دركا لازم علاج دواء. اش تبي الشعوب بين بعضهم؟ بسألك سؤال يا الجزائري، يعودوا كل كيف. الجزائري بسألك، اذا تتكلم باحترام اسمعك، ما تتكلم باحترام. انا اتكلم، اسمع انت السؤال يا انت عم تتطاول وتتكلم طيب كلام. اسمعني يا اسلام، اسمعني. هل اعرفك ولا تعرفني؟ ما بعرفك ولا. اذا ما بيني وبينك موضوع شخصي، صحيح؟ ايوه مجرد نقاش جميل، بس نقاش بالتاريخ. اسمع، احترام. نقاش بالتاريخ وبالشواهد. انا لم اتبلى ولم اقل فيك ما ليس فيك. سبيتوا ملوكنا وحكامنا في الملاعب في الجزائر على القنوات الرسميه. تكلمتوا عن جارتكم المغرب بدوله كذا كذا، سميتوها في القنوات الرسميه. اي مرض يعيش فيه الجزائر وحكومته؟ قل لي بس. معليش انا اجاوبك يعني احنا والمغرب. خاي اسلام، هذا السؤال اللي عطاك الاخ ديالنا، هذا السؤال في محله. تفضل من السؤال ولا راح يرد؟ تفضل. لا نسمع الجواب ديالو. لا بغيت نسمع الجواب ديالو. جيران ودار وحده، مشكل داخلي بيناتهم، والباقي واش دخلوا؟ انت شو دخلك انت؟ ايش المشكله؟ احنا زوج جيران وانت جاي من مكان اخر، شو دخلك؟ ايش المشكله الداخلي؟ فهمني. الداخلي لما يكون داخل الجزائر، برا الجزائر هذا انترناشونال دولي. المغاربه احنا يعني طيب خلي، طيب لحظه جاسم، اسمح لي ما تجيك غير على الحرمه العربيه عامه. اسمح لي جاسم، لما ترجع يا اسلام، اذا عندك تليفون ثاني ادخل اليوتيوب واكتب سب حكام الخليج، يطلع لك السب اللي علقوه في التيران في الجزائر ونشر وذيع في القنوات الرسميه. قديمه، هذه قديمه واعتذرت الجزائر عنها يا سعودي. كيف يعني لا تجيب سالفه قديمه، لا تجيب سالفه قديمه. هذا من ماضيكم الاسود، ما في شيء اسمه قديم وجديد. وانتم شنو؟ انتم يعني معصومين؟ ما انتم ما سبيتوا. اسمع، ما في عندنا قنوات رسميه سبت الجزائر. بقول لك شيء، بقول لك لا، مو قنوات رسميه هذوك، مو قنوات خاصه. انت قبل لا تعمم الناس تقول الجزائريين كلهم، روح حاسب ابناء بلدك اللي يطعنون في الانساب، يطعنون في الناس ويسبوا. خويا عرب انا نافط انا هذا. يطعنون في ايش؟ حدد. خويا عرب خرجتي على النسق ديال الموضوع. خويا عرب خرجتي في واحد النطاق واحد اخر. خويا عرب حدد. شوف اسمح لي دقيقه واحد اللي يناقشني. انا كان يتكلم عرب التاك. انا اتكلم. ايوه، ايش سؤالك بالضبط؟ متى تهاجمنا عليكم؟ انت قاعد تعمم تقول جزائريين ما ادري شنو. انت يعني في كل بلد تلاقي سيء وجيد، ولكن لما يغلب عليها السيء. شوف انتم كمان عندكم ناس يسبون الناس، يسبون اعراض ويطعنون في انساب الناس وكل شيء. يعني حاسب ابناء بلدك كمان انت يا اخي. انت اسمع بسألك سؤال. اذا انت رجل كفو، رجل، وتقول انك رجل حر، ابن رجل حر، وجاوبني، ام حسن ما هو اصلها؟ بوسبيرية مغربية، ليش جزائرية؟ ام حسن ذكروها يا كاذب يا منافق يا دجال. ذكروها المذكرات الفرنسية. انت ما تخجل يا بوردينج لانك ذكروها المذكرات الفرنسية بانها قوادة جزائرية، لا اللي تغلغلت بين الجنرالات الفرنسية. احترم نفسك. لا بوردينج، لا مو بس لو سمحت لا لما يقول معلومة صحيحة ما يكذب. ذكرت في المذكرات الجيش الفرنسي، ذكرت
ذكرت في مذكرات الجيش الفرنسي وهي من تغلغلت للجنرالات لا السموح، اعتذر من الجميع. لا الا ذا الشيء في بثي ما يصير. اخوي وردين على راس الاسلام، اخوي بروفيسور، اعتذر من الجميع بس لا. لا اخوي شو اسمه بردين، جاسم يا ابو علي لما نتكلم لا يا اخي ليش تزعل؟ لا ما ودي انا. شوف انت يا اخي هو اتهم شيء، انا اعرف، انا فيني شيء وما هو بقدر. يا اخي فيني اسكته في المواضيع هاي، موضوع الحريم فيني اسكتها في دقيقه ترى. ما انا اتكلم عن تاريخ. انا يوم اتكلم ترى في جوالي الثاني الفيديوهات هذه اللي انت حاطنها في مخيلتك وتعرفها، انا فيني اسكتها في دقيقه. عندي الدلائل كلها في جوالي الثاني ومحفظنها. طيب. فيني اسكتها، بس انا اشوف المستويات مع منو عايشين، مع منو عندنا يا اخي بسألك قمه عربيه، مع منو. بسألك سؤال، لما يكون في 46 مليون مسلم يحاولون في يوم من الايام انهم يرتقون بالنقاش مع جارهم ولا يستفيدون، كيف تبغاني انا شوف. اطلع معهم بنتيجه؟ اخبرك انا كيف ابتدت سالفتي مع اخوان الجزائر. انا في البثوث من رمضان، بس انا ما اعرف من زمانات، ما اعرف. ف المشكله ابتدت يوم انا كنت اصور جالس، كنت اسوي ابو سلطان، سبحان الله، ها ابو سلطان تو وصل، اكلم ابو سلطان واصور فاتح بث، اصور المغرب، سياحه في المغرب. فاللي تحت كل محتواهم يتكلمون على البنات وعلى الحريم. كل اللي جاك هجوم من الجزائريين، صح؟ يزعلون اني انا مدحت المغرب، جزائريين صحيح. فصرت ارد، يوم ارد يسجلون مقاطع اني رديت على الجزائريين وينشرونها على اساس اني انا اتكلم عن الجزائر. يا اخي جمهوريه عدسستان هذا ديدنهم. اخي لا تتطاول اقدر ارد عليك. انا اعرف كل شيء عن بلدك. لا تتطاول خوفتني انا محترم. خوفتني. اوكي. واذا شوف انت جبت سيره انت جبت سيره ام حسن، شوف ادخل الحساب مالي، خلاص ادخل على مذكرات الجيش الفرنسي مره ثانيه. دقيقه بس خليني اتكلم. لا خلي مذكوره في مذكرات الجيش الفرنسي والجنرالات الفرنسيين اللي الى الان جماجمكم في متحف يا ابو باريس. اعوذ مره ثانيه ردينا يا اخي. خلاص طيب لا يجيب صباح الخير يا ابو علي، شلونك؟ الله حياهم، يا هلا بالجميع، شلونكم؟ طيبين؟ طيب حياك الله، هلا وسهلا. خير الله يسلمك. اللي يقول لك جماجم عرف انه يتشمت في الموتى، هذوك موتى، هذوك الله يرحمهم شهداء عند الله. اخوي عرب شوف هذه يتشمت في الموتى، فهمت؟ اسمع مساله التشمت. شوف مساله التشمت، احنا نتكلم عن واقع. الشامت في متحف انا داخله ب7 يورو يا جاسم، انا دخلت المتحف ب7 يورو تدخله وتتفرج على الجماجم يا اخي. هذوك اشرف يا اخي انتم مشاكل. طب احنا نتكلم عن متحف في باريس، ايش دخل الشرف في الموضوع؟ مالك برجال انت اللي تقول جيب جماجم، ايش دخل الحين، ايش دخل الرجوله في الكلام يا اخي؟ تعرف برج ايفل تدفع 15 يورو تطلع الفوق، وفي متحف جماجم تدفع 7 يورو تدخل تتفرج. ايش المشكله؟ ايش مشكلتك في الموضوع انت؟ المهم انا افتخر بهم، هذوك اجدادي وحاربوا الاستعمار، حاربوا في سبيل الله. ونعم والله يا اخي لما تقول هذاك انت رجال ما تجيب سالفه ميت تقول جماجم. طيب اسمح لي دقيقة بردين، حبيت نسقسيك حاجة، سؤال برك. نسقسيك ايوه بدون قذف. بدون قذف. الصباح وانت جايب هامر الجزائر، خويا الجزائر راهي دارت لك عقدة، ماكش ترقد في الليل، ماكش تداوم، روح عندك دوام خويا، انت راجل المفروض انت تروحك خدام، ماكش قاعد في البيت تهضر على الجزائر. احنا عندنا الشهداء وعندنا الجماجم، ومن بعد كم عدد الشهداء؟ طيب اصبر كم عدد الشهداء؟ معليش اسمح لي جاسم، هي تطرقت لي ابى اسالها ونقاشنا بكل احترام. كم عدد الشهداء يا اللي دخلت تتكلم؟ اصبر كم عدد الشهداء؟ اصمت جميعا. لحظه يا فهد اخوي انور، اخوي ريان، اخوي جاني ضيف مهم، لو سمحت
جاني ضيف مهم. ارحب الشحي نقدر احتراما وتقديرا. لحظة شوي خليني اوقف ارحب الشحي. هلا كيف الحال؟ ارحب والحمد لله على سلامتك وما تشوف شر وطالع من الله يسلمكم. يا مرحبا والله منور. الله حيه. وللاسف والله انك دخلت معنا في قسط في جزائريين ولا كان ودنا نضيفك ضيافه زينه. يا اخي بوردين اسمح لي اخويا دقيقه. هاد سعودي قبل ما تهضر على الجزائر غسل فمك قبل ما تهضر على الجزائر. جاسم لاني وسخت باسمك اعتقد الحوار بيكون احلى اذا ما كان في عنصر نسائي بالنص. انت ما تمثلش بلادك. لو كان جيت راجل الشهداء طيب ما تهضرش على بلادك. احنا رجال كم عدد الشهداء؟ جاوبيني كم عدد الشهداء؟ الجزائري راضي اذا الجزائر راضي احنا نتفاهم مع بلاد الجزائر. لا تتكلم حريم يا بوردين، لا تتكلم حريم، لا تتكلم، خلي عرب يرد عليه. لا ابغى اسالها معلومه جزائريه. عدد الشهداء بوردين دقيقه يا بوردين. مرحبا اختي الفاضله، نحن الرجال بمعنى الكلمه رجال لا نتناقش مع النساء مع امور وجود ابن بلدك موجود معنا في القسط. احترمي ابن بلدك. ابن بلدها ما نحترم ابن بلادي وابن بلادي على راسي. احترمي الرجال اللي موجودين في القسط. ما يضربولوش كونتاكت. احترمي الرجال الموجودين. اعتقد ان الرجال كافيين. ابن بلدك رجال اعتقد الرجال يتناقش معنا تطاولين. لحظه تحترمين لحظه احترمي ابن بلدك والرجال اللي موجودين في القسط. لان ابن بلدك قادر. اسمعيني دقيقه ما يرضى عليك. ابن بلدك قادر انه يرد لانه رجل يقدر يرد على رجال. فرجاء احترمي ابن بلدك، تنزلي بادب واحترام تحت وتسمعي لنا، لان الرجال قادرين يتفاهمون مع بعضهم، لان العنصر النسائي لهم في امور ثانيه ما لهم في امور الرجال. احنا ما يضربوناش كونتاكت واحنا ما حد ضرب الرجال هني. اوكي وانا احتراما لك، انت في دبي ولا في الكويت؟ واحترامك كذات المراه المسلمه، انزلي تحت بكل ادب واحترام بدون ما تجرحي الرجل الجزائري اللي موجود معنا في القسط. اسمح لي الشحي، اسمعي الجزائريه بتنزلين بكل احترامك ولا النادي امير جزير؟ انت بتنزلين ولا النادي امير جزير ننزل لك امير جزير؟ نخلي امير جزير يطلع قسط؟ نطلع لك امير جزير ترى. عندنا دم مع المغرب، عندنا نسب ترى يجي، عندنا نسب وتاريخ عريق مع المغرب، عندنا دم معاهم، عندنا اطفال معاهم، عندنا نسب عالي جدا معاهم، عندنا امهاتنا وخواتاتنا موجودين في المغرب. على المغرب انا اسمح لي اوكي اذا انت ميتة من المغرب مو احترمتي ابن بلدك شيء ثاني. شحي بالله تكفى تسمح لي. اسمعي انت اسمك ليش مخبيته؟ انت دنيا سطيف؟ حاشك وحاشك قدر. شوف احنا نقول لك عفسه. طيب اعطيك كيلو خز وتنزلين. والله مات الحقوق. اعطيك خز ومحكوك. رجال عليكم. طيب اعطيك جزر محكوك. احنا رجال لان الجزر ني عندكم ممنوع في الجزائر. اوفر لك الجزر. احنا ما نخرجوش مع السواق. روح شوفي طيب تبغين تاكوس ولا امير جزير؟ تعرفين الشبكه اللي مسكوها بالكويت؟ هذه تربيه. شوفي انت تضربين في عرض الرجل الجزائري. عيب. انا لا ارضى الرجل الجزائري. ترى الحين وقت الطابور، يلا تشدي النوبه تجينا الساعه 10 الصباح. روح امسك الطابور الله يهديك. اقسم بالله استغلي وقتك، استغلي وقتك وامسك الطابور عشان تجيك النوبه مع 11 الصباح. يلا ما في مشكله. كيلو عدس. مستمتع بالنوم وانت تمسكين الطابور. والحمد لله ما في مشكله وقت الطابور. ولا يكون عندي سلاله ولا يكون يلا بس روحي يلا طيب قولي لي كم عدد الشهداء. اتحداك تقولي لي عدد الشهداء. اتحداك تقولي لي عدد الشهداء. كم عدد الشهداء؟ طيب كم عدد الشهداء؟ طيب عندك شو اليوم؟ كم عدد الشهداء؟ كم؟ انت بالعرادو
كم عدد ليه ما الشهداء؟ تسكتين شوي تخلي لهم فرصه يتكلمون؟ يلا قولي لي كم عدد الشهداء؟ يلا كم عدد الشهداء؟ كم عدد؟ طيب قولي لي قبل ما تقولي لي يهضر على بلادي، خذ الاستقلال اول شيء. خويا الجزائري طيب خذ الاستقلال اول شيء. الان بلد ما اخذ اعطوني دقيقه يا والهواويه من جاك القفطان من جاك والهواويه من جاك. نوال دقيقه، نوال عندي سؤال مهم جدا يا استاذ نوال. نوال كم عدد الشهداء؟ خلينا نرتقي بافكارنا كم شوي. عدد نوال الشهداء؟ طيب نوال. انت تسكنين في مارسيليا ولا في دبي؟ اصبر يا فوردي. وانت وش راح لك؟ وانت في مارسيل. وانت وش راح لك؟ طيب روحي عسي على الجماجم عندك بباريس قريب، ترى قريب شيء 4 ساعات. باكستاني انا يما ما والهواويه منين جاك القفطان منين جاك؟ معليش القفطان بقول لك حاجه معليش بروح ندير لاشام جاسم ولا عليك عمر عطهم ميوت شوي. جاك مرة. المهم انا يما ما خرجتش مع باكستاني. افصل راديو شوي. انت ما تخرجي مع باكستاني بس انت تخرجي مع كل من حب وادب. ما عندهاش شوفر يديها. كم عدد الشهداء؟ كم عدد الشهداء؟ ولا ربي كم عدد الشهداء؟ كم عدد الشهداء؟ اسمعي بالله انت تفتخرين انت بدولة رئيسها اسمه طبون. رجال احنا ولاد بلادنا يضربوا لها مشكار. عاش طبون. الناس تقول عاش الملك وانت عاش طبون. طبونكم تديروا له لاسير انتم. اسمعي رئيسكم تسوي له لاسير. انت وشكلك انت رئيسكم تسوي له لاسير. طيب وشكلك خويا بيننا وبين المغرب انت وشكلك. طيب اسمعي كم عدد الشهداء؟ انا شوف لي لايف كم عدد العدس؟ انت مهرك كيلو عدس؟ ودوك زعما اسمعي عندك انت بالصدق كيلو عدس مقدم ومؤخر خزو. والحليب يجي ثمانة اسمعي يعطونك بالصدق كيلو عدس وبالمؤخر جزر. مع باكستاني خويا انا يما ماشي يا ربي انا بابا تزيري ويما تزيري. ترى تسكتين ولا انا ندير لك امير ديزيد؟ انت بابك حاجه والله انا ندير لك امير ديزيد اقسم بالله العظيم. الو امير. الو امير. يما تخرج مع باكستاني تاكوس. يما تخرج مع باسكو نقول لك علاش باسكو انت ما تعرفش تضرب الكونتاكت. باكستاني وردي الله يرضى عليك شوي دقيقه يا اخي. تفضل الشيخ يضرب لها الكونتاكت سوا. انت بغيت نسقسيك برك واش كتعملي في دبي؟ اختي نسقسيك برك واش كتعملي في دبي؟ تمشي في دبي انت تصيدي وتقولي انا مروكيه شوي. طايح تمشين انت لدبي يا ابو راديو اثنيناتكم راديو مشتغلين بس لا اصبروا. لا وش اللي صار هنا؟ انا مخلينك اعوذ بالله بلعت له راديو هذه لا اله الا الله. لا مو براديو يا ريال، هذا قنوات الراديو كلها فيها. اي والله. المهم شوفوا هالبنت اللي طلعت نصيحه لك يا اخت، حافظي على انوثتك شويه لان الانوثه مطلوبه في هذه الدنيا. ثاني شيء انت امراه، ان ضربتي في عرض النساء المسلمات، ما دام ضربتي في عرض النساء المسلمات ضربتي في عرض اهلك وشرفك وبلدك، لانك انت تمثلين بلدك في صوره مشرفه. المفروض انك تكوني صوره مشرفه. راديو كل القنوات، الرجال لما يطلعون في القس يتكلمون وبكل ادب واحترام وفي نقاش بينهم، لا تتدخلين في النص وتهيني ابن بلدك. هذا نوعيه السبب المشاكل اللي تستوي اصلا في بعض الشعوب. من ابو سلطان الصراحه ما عمري تناقشت قدامه كذا وانا يعرفني باسم ثاني، لكن عموما نرجع لموضوعنا. ودي اتناقش مع الاخ الجزائري بكل ادب واحترام واكمل سؤالي. كم عدد الشهداء؟ يا انت يا سعودي ابى اقول لك شيء. انا اقدر اجيب لك اشياء عن بلدي. انا اسمي اسمع، انا اسمي بوردنج. ابوك هندي او باكستاني؟ ابويا مريخي من دولة عدسستان او هندي من دولة طوبستان. جاوبنا انا شوف على الاقل اسمع، ابويا انا مكرم في بيته وانت ابوك ماسك الطابور. يا الباكستاني يا مسكين يا الباكستاني. اقسم بالله اشرف عقل. اقسم بالله جاوبنا يا بوردنج. يا ابويا امير ديزيد.
يا بوردين الباكستاني ما هو مسلم والهندي ما هو مسلم. باكستاني او هندي؟ انت قول لي انت من مرسيليا ولا من دبي؟ باكستاني وهندي. طيب ابغى عدد الشهداء. السؤال المطروح كم عدد الشهداء؟ ابغى رجل شجاع يجاوبني. عدد الشهداء كم؟ كم عدد الشهداء؟ رجل شجاع يعطينا اجابه. خلصت. عقلك ما يستوعبهمش. عدد الشهداء كم؟ عقلك ما يستوعبهمش يا عقل الروز. يا عقل الارز. ما راح انزل مستواك. يا عقل الارز. ما راح انزل مستواك. ابغى سؤال. المراقي يستقبوا بيك. المراقي يستقبوا بيك. مسكين انت. اسمع لو تطيح شجره في بلاد السنغال والهند تقول موروكي. مسكين مريض. مريض بالمغرب. عربتك سؤالي كم عدد الشهداء؟ جاسم انا بنزل الحين عندي شوي شغل نازل بروح الجامعه. موفق يا ابو سلطان. الله يحفظك. الله وياك. سامحنا ابو سلطان. اتاك لا عادي ابد خذ راحتك الله يحفظك. الله يسعدك. نرجع لموضوعنا موضوع حلقه اليوم. كم بوردنج اهدى شوي بوردنج ريلاكس لا تنجرف وياهم ذيك الجرفه اصبر. اتاك عرب اتاك سؤال واحد اللي اسالك. انت مسلم صح؟ ايه. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأتي من الشهداء ويسألهم هل دافعت عن دينك؟ فيقول نعم يا الله. فيرد عليه يقول لك كذبت في نار جهنم. أغلب الشهداء في نار جهنم صح؟ أغلب الشهداء في نار جهنم. أوكي ها معروف الحديث شيء موجود أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الشهداء يقول له في نار جهنم. لا أنا ولا أنت اللي بيقرر من هو الشهيد. الشهيد عند الله سبحانه وتعالى هو اللي بيقرر. فهمت علي؟ فلا لا نحن نحبك المواضيع اوكي نمشي على اشياء قديمه ونتكلم على راحتنا ونسوي ما اعرف شو والى اخره ونجي بعدين نقول لك وبين الكلام العلمي يتناقش معك نقاش علمي. فهمت علي؟ فاحنا لا نمشي نقول كلام مش في طاقتنا ولا في محدود فكرنا. انت لا عالم ولا انسان تاريخي ولا انسان ما اعرف. انت مجرد طالع تتناقش انتهى الموضوع. انا امس بالليل ثواني بس. امس في الليل مفتوح بث جبهه على الامارات والسعوديه من اخواننا الجزائريين. طبعا انا لقيت في ناس جزائريين اخوانك انت انا ليسوا باخواني. زين في دافعوا في ناس دافعوا لهم شرفاء الجزائر دافعوا عن المغرب ودافعوا عن الامارات دافعوا عن السعوديه بطريقه عقلانيه وفي منهم حثاله البشر. الشحي اسمح لي الشحي نقطعك بس ناخذ فاصل. والهواويه منين جاء البرطاني منين جاء كمل تفضل. فهمت علي اتاك؟ لا نتكلم في امور فوق طاقة النصاب اللي عندنا. خلونا نتكلم بعقلانية يا أخي. إحنا لازم نكون رجال بالفكر وليس بعقول النساء من ناحية الحقد والغيرة وإلى آخره. تربينا على أيادي رجال نمشي على منطوق الرجال لا نمشي على منطوق من أهواءنا. لعن الله من اتبع أهواء النساء. فخلينا واقعيين لا نمشي على الغيرة ونتكلم ما أعرف شو ونسوي نفس الحركات البنات. لا أنتوا أحسن منا لا أنا أحسن منكم. لا ما في حد أحسن من حد ولكن العقل والمنطق سيد المواقف. اسمح لي الشحي من هذا المنبر بس بما أنه البث طالع وموجودين إخوان جزائريين. إخواني الجزائريين أقسم بالله العظيم أنا بوردنج اللي اسم الثاني حمد مني أنا وباسمي أنا حمد. اسمح لي أنا نوجه دعوة للأحرار الجزائريين اللي يعرف أمير جزائر. لحظة ما تجاوب عن الناس كلها أنت يا أخي العزيز. هذا كلام يقولوا لك إياه المغاربة. المهم نتكلم مع الجزائريين الشرفاء. لازم تدخلون المغرب كل شيء. اللي في الجزائر ويعرف أمير جزيد يقول له حمد موجه لك دعوة استضافة عمره على حسابي في سبيل الله نظرا لكلامه الشريف عن الواقع. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.
أول شيء نحب نرد على هذا البنغالي اسمه بوردين، ما بعرف شو اسمه. تكلم يا فرنسي، تكلم، اسمعك جيدا يا نطفة فرنسا، تفضل. يا نطفة تفضل، أنت تتكلم في الجزائر يعني ما في رجال يتكلمون ما في بدون اعراض، ما في. هذاك الثاني قال باكستان لازم عرض، لازم العرض على طول والتفرقة. لازم تتكلمون مثل مثال يكفر. لا، لازم تعرف بأنه الاحترام لا يصلح للجميع. هذا الاحترام يصلح للجزائري الحر وليس نطفة مكرون. تفضل. اسمعني يا تفضل. العاهر. العاهرة لا هذا الشيء نزل البث يا الحبيب، انزل تحت لو سمحت. هو يتحدث عن أمه، ما في مشكلة. تفضل. لا بوردينج لا لو سمحت. بدون سب العرب يا بوردينج. لا احنا ننزل في مستنقع. أجل ناخذ فاصل يا جاسم. لا تنزل في المستنقع. لا معليش، أجل ناخذ فاصل. لا انا بعطيك الفاصل. انا بعطيك الفاصل. راح الشيء. انتظر انت بس آمر، انا اللي غامر. ما يا شايفيني اطلع بنات. اول شيء ارد على اللي يقول يعني، بس لا احد يقاطعني لو سمحت، لا الشحي لا بوردينج لا اخوي عرب. ان المسبه هاي متوجهه للجميع في الخليج. انا نشوف اغلب اخواننا الجزائريين يوم يتكلم يقول ابوك بنغالي وابوك باكستاني. يا اخي الباكستاني مسلم، بنغالي مسلم، حتى لو كان ابوي يتشرف فيه، ولا يشرفني انه يكون ابوي مختلطه عليه جينات الفرنسي مع العثماني مع الاسباني. 300 سنه مر عليه الاسباني في لازلنا معك في الشيء.